أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة باللغة الأشورية مع أبونا دانيال الشمعون. حيكون الحلقة 14 يوم. أبونا فرجينا شو في جعبتك. نعم، خلي أشارككم النص. أيوة عفاري معلش. موجود طلع. هلا حلو حلو طيب. حلو. فنحن بعد ما انتهينا من الأعداد، من العدد، أيوة سواء الأصلي الاعتيادي والترتيبي وغيرها، أيوة. نجي هلا على العدد الوصفي. العدد الوصفي أبونا أنت شوف كتب القواعد العربية، شو هي الكلمة المستعملة بالعربية. يسهل عليك. فهمت إيه علي؟ لأنه إيه في كتب تعطي أسماء خاصة لهذه الكلمات، إيه أنا عمري ما إيه استخدمتها. إيه. يعني الناس يتضايقوا ما يعرفوا شو بتحكي. فهمت هو علي؟ حتى كتب القواعد العربية في عندها استعمال كلمات مختلفة تستعمل يعني. لا بس يعني احنا بشاركنا تقريبا موحد الكلام. أو يعني إذا تحب أنا أشوف لك إياها. إيه إذا تحب أنا أشوف لك إيه إياها. ما هي الأرقام؟ ما هي الأرقام؟ كيف تسمى هذا العدد؟ شو العدد شو؟ فاهم علي؟ هذه يعني الترتيبي أنا شفتها بالقواعد العربية نفس الشيء، آه، الترتيبي والاعتيادي أو مش عارف الاعتيادي. أنا. مش عارف أنا شو يقول. أنا عندي الترتيبي، أما هذا العدد الوصفي أنا من يعني ترجمته من السرياني كما هو من الأشوري، شو هايا. سيكون أفضل لو إنك وصف. تستعمل العدد. ليش؟ لأنه يصف القضية يعني. ما هو هيك بس إيه. يعني. لهذا إذا يعني هم أخذته استعملوا من إذا المعنى. استعملوا إذا هناك تعابير موحدة، أريح لك شو أنت مجبور فيهم. توصيفي ما الأعداد. طيب أنا أشوف لك بعدين، بشوف لك إياها بعدين ها عشان ما تضيع لك المهم وقتك. بس خلينا نشرح الفكرة والهذه. إيه شو أول اسمه خليه يكون عنوانه وإيش ما بعدين نرتبه. بالضبط طبعا. المهم عدد وصفي نسميه بالشوري منيانا شو ما هايا. شو شو ما ما هي هاي؟ صفة، شو ما هايا وصف صفة. أنت ترجمتها حرفيا. أنت حرفيا ترجمتها شو حرفيا. ما هايا. وماله. العدد الوصفي هو يشير إلى الشكل الهندسي للشيء. خليك معي ثانية واحدة. أنا عندي هون هذا ما أعرفش إذا هو جاب لي. أنا بشوف إياه بعدين، ليش أضيع لك وقت. نعم. كملنا. فهي الفكرة هاي، يعني هذا الوصف يشير إلى شكل هندسي الشيء، كأن نقول ثلاثي رباعي. شوف، يعني عندنا ثلاثة، عندنا ثالث، وعندنا ثلاثي. هاي مختلفة هذه. بس شو هذا الهندسي يا أبونا؟ أنت يعني أنت الشكل بتهندس. بس هاي كلمة هندسة أنا أول مرة بسمعها باللغة. إيه يعني لا هندسته هيك، يعني لا شكله أبونا، شو هاي؟ شكله كنت قاعد بتخترع. ايه ليش لا خلي شوي. هذه بدعة وكل بدعة في النار. احنا كان عندنا مدرس مصري درسنا انجليزي بالثانويه نسميها، يعني المرحله الاخيره. كان انجليزي اكسنين، كان كلش لطيف. كان عاد كان قسم من الاولاد عندنا طبعا، كان تركمان، كان في ارمن، كان في اشوريين، كان في عرب بالصف. فهاي التركمان كانت يقومون مثلا يسالون، هو طبعا مصري يتكلم، مرات كثيره كنا نحن نضحك على كلماته يعني لانه مصريه كانت بالنسبه لنا غريبه كانت. المهم، فكان يقومون يسالون سؤال قصدا كان يلفظوه بصوره غير هيك واضحه، ويقول ايه يعمل ايه يقول هيك، يقول فيرفع يده يقول عمرك ما شفت الكلمات دي الا اذا كنت بتالف. عمرك ما شفت الكلمات الا اذا كنت بتالف. تالف كلمه. هم يسموه ابونا. هنا شايف الكتاب هذا القواعد العبريه سموه العدد الترتيبي. ترتيبي هذا القبل الثالث الرابع. هو يسميه هيك، اول ثاني يسميه ترتيبي. يعني اي مرتبه، المرتبه الاولى، المرتبه الثانيه. ايوه هذا شفناه، نحن سميناه ترتيبي هذاك. لا بس هو هذا اللي يطلق عليه الاول والثاني. ايوه لكن اكو عندنا الثلاثي والرباعي لعد شلون. شو هذا؟ الاحادي، هاي لما قلت احد، احادي، ثنائي، ثلاثي، رباعي، يعني شكله هو
مثلا بنتاغون، شو بنتاغون؟ الشكل خماسي. ايوه. فانا على هاي هسه قاعد احكي. العادة احنا ما فهمنا شيء، كملنا يلا الله بعيد. ايه، الله فلا بعيد، راح انت يعني قاعد بتألف ولا شو؟ اكيد راح يعلمون شيء جديد يمكن. لا انا ما عمري ما سمعت بالحكي هذا، تفضل. ايوه، الله بعيد، الله بعيدني. انا كذا الف. قاعد بتألف. عدد شيء، شكل عندنا الشكل، يعني الشكل، خلينا نقول شكل الشيء. ايوه خلينا ايوه شيء نقدر نقول الى شكل الشكل. الشكل، الى الى شكل الشيء، مو الى شكل الشيء، الى ايوه. مرتبته ولا الى رقمه، وانما الى شكله. ايوه تمام. حنشوف شو بتعني، انا مش لان فاهم واحد كلامك. الله هو بعيد. الى رقمه، اول هو مرتبته، ايوه. والثنائي والثلاثي وحادي هو شكله، كيف يعني شكله؟ شكل الشيء. يعني شو شكله؟ رقم الشيء، مرتبة الشيء، وشكل الشيء. يعني شو شكله؟ شكله يعني شكله شلون هو، صورته هاي ثلاثي رباعي أحادي يعني ابيض خماسي اصفر احمر دائري. اخضر؟ نعم. احمر ابيض اخضر لا اصفر؟ لا، من ناحية العدد، عدد. لهذا هذا يوصفه، وصف يعملوا، اي مو والله. ما لحد يتكلم الان عن مش فاهم. مرتبته. انت بتحكي صيني ابونا؟ يعني لا، ما شوف استاذ سامي الفكره، ما يتكلم عن مرتبته ولا عن رقمه، وانما لا. يتكلم على شكله هو، كيف شكله العددي. ممكن نقول عدد الشكل. بس انا عمري ما درست هذا الامر. شفت؟ هاي هاي منطق. جديدة علي. يلا الله بعيد، خلينا نتعلم. عدد الوصف يشير الى شكل الشيء، شكل منك وتعلمنا. ايوه الشيء. ايوه. كان نقول ثلاثي، لانه عندنا نحن نقول ثلاثي، هذا مختلف عن ثالث. فهمت. هلا فهمت. عليك نور. ايوه ايوه هلا فهمت. هلا فهمت، هسه فهمت. هسه ايوه صار واضح. ايوه 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 ثلاثي رباعي خماسي. ايوه ايوه. ايوه. طيب. ويشكل هي عمري ما سمعته يا هاي. هاي تسمع، شوف كثير امور راح. شفت؟ تعيش وتسمع. إيه، عيشوا شوف، ما يقولون عيشوا. عيش بنشوف. صحيح، عيش بنشوف. ايوه عيشوا شوف فعلا. يا سامي، عيشوا. ايه فعلا. انت. يلا الله بعيد، شو جايب لنا اياه؟ يلا عيش. الله يعيننا، الله يعيننا، دي الله. إيه. اوكي، العدد هاي رباعي، ويشكل عن طريق ادخال حرف ياء. مشاهدين لا تتعجبوا، هذا مع ابونا شمعون كل يوم تكتشفوا العجب. وعجب. ايوه. إيه، لا لازم. شو اسمه احنا، قابل شقهية، هاي جديات. جدي جدي ابونا شمعون بيخترع لنا كل يوم شغله جديده، شيء مش سامعين فيه. يلا ابونا اوكي. فعندنا باللغه الاشوريه منين طبعا نشتقه او نشكله من الرقم نفسه، من واحد. ايوه. ف بايش؟ باي طريقه ندخل الياء او يود بحركه فتحه طويله سخافه مع الالف الختاميه، يعني هذا المقطع ياء. ايوه في نهايه العدد الاصلي، العدد الاصلي او الاعتيادي، يعني عدد الاعتيادي. ايوه ايوه اعتيادي. ايوه. ايوه. اوكي، انا نقطه لازم احط طبعا. ويشذ عن ذلك العددان واحد واثنان، حيث ان الاول يكون غدانايا والثاني يكون تريانايا. احادي. العفو، ترينايا. مثنى. ايوه. ترينا، لا. ايوه، ثنائي. ايوه 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 ثنائي. ايوه ترينايا. اوكي. فبالهل شو اسمه هذه المثل واحد اكثر تكون واضحه. ايوه ان شوف، شاء الله. العدد الاصلي او الاعتيادي والعدد الوصفي هذا. ايوه العدد الاصلي كاتبها بالاشوري خاء، بالعربي واحد. تمام. هذا ايوه رقمي ايوه واحد. بالوصفي يكون الصيغه الاولى عندنا الصيغه هي لا صيغه واحده. شو الصيغه الاولى؟ العدد الوصفي بالاشوري يعني. بالاشوري هاي لما واحد
ينقل الجدول ماكو من آخر حتى يكون مثله، فتجد كلمات واحد ينسى يبدلها الكلمات. أكيد بالله. خليه بالآشوري، أيوه بالآشوري بالعربي يكون العدد الوصيغ دانايا، ما يقول قدمايا. شوف الأول هو قدمايا. أيوه. أما هذا أحادي. شوف معناه مثل العربي. أيوه عربي أحادي غدانايا. من اثنين يكون ترينايا ثنائي. طيب. شكله ثنائي، أحادي ثنائي، عنده ضلعين أو ثلاثة أو أربعة شكل هالشيء هذا. من ثلاثة تلاتايا مو تليثايا. تليثايا ثالث، إنما تلاتايا ثلاثي. أيوه فهمت. كيف شلون؟ أربعايا رباعي. خمشايا خماسي. اشتايا سداسي. مثلا نقول الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي يكون في الفعل الرباعي، تمام، فهو تلاتايا، سعرانة تلاتايا، الفعل الثلاثي راح نجي عليه بعدين نشوف. أربعايا رباعي. خمشايا خماسي. بنتا. اشتايا سداسي. شوعايا سباعي. شوف طريقة هذه، إذا واحد يعرف طريقة الصنع أو التشكيل أو هذه صناعة، هي نحط قلنا يا بفتحة طويلة سقافة ومع ألف فقط. شوعايا. ثمانيايا. شفت سهل. بالهذه بالعربي شوية يمكن أصعب، لأنه كل واحد الشكلين، أو لا هم بالعربي تقريبا الياء الأخير نحط يا على سبعة سباعي، بس مو سبعاوي، سبعاتي، نفس سباعي. ثمانية ثماني. ثمانية ثمانيايا. تشعايا. عسرايا عشري، أو عشري أو عشاري عشري يقول عشري. عشرين عسريايا عشريني. ثلاثيايا ثلاثيني. مايا مئوي. فهيك تمام. مليونايا مليوني. هذا أعني بالعدد الوصي، لأن واحد شو نعمل يصف الشيء، شكل الشيء. تمام. أيوه. يتحدث عن شكل الشيء، ليس عن مرتبته ولا عن رقمه. أيوه. تعرف هاي أول مرة بسمع بالحكي هذا بالعربي. شفت في كثير، حتى جماعتنا يعني ما كانوا لما كنت أدرسهم قل غريب هذه، أبد ما فكرنا بها هذه. نعتبر مثل البقية. لا. وأنت من وين جايبها؟ أنا من علم المنطق. علم المنطق. يلا أبونا بلاش. منطق اللغة. أنا ما كانش لازم أسألك، أنت حيرت. من هيك يعني، لا لأنه حتى ليش يقول حتى يعني هاي موجودة بكل اللغات، يعني بالعربي رباعي ثلاثي شيء وثالث شيء آخر. تمام. أيوه. رباعي شيء ورابع شيء آخر. ولا عمري درست بالفرنسي أصلا. ولا عمري درست بالفرنسي. الفرنسي ما يمكن. سكوندو. ما بعرف. إكزاغون بسموه إكزاغون. ترساغون. ياخذوه بالشكل الفرنسي اليوناني. ترساغون. أيوه مثل هيك. تترا باليوناني. تتراغون. ايوه. مثلا هاي بنتاغون ليش سموها البنايه؟ لانه خماسيه الاضلاع. استور روحك، شو قلت لي؟ تترا لانه هاي الكلمه جت في القران. هاي الكلمه واحنا مش عارفين شو معناها. شفت؟ تترا. ايه تترا. يونانيه هذه. طور روحك شوف لك اياها الكلمه. اذا هيك حتذكر قلت تترا. انا ما كنت عارف، وحتى استاذنا ما عرفت من وين جاي. فهو تترا. خليك معي. هاي انت دخلتنا في القرآنيات. تترا. ايوه.
غير مشكلة هاي. وين اكتبها يمك، خليها بعدين شوفها. تترا، ايوه تترا. اكتب عندك تترا هو يعني الثلاثي باليوناني، ثلاثي. أيوة. تتراغون يعني ثلاثي الاضلاع، ثلاثي الزوايا. ايوه ثلاثي تترا، الزوايا. لانه انا اعرف انها جتنا بس في القرآن وما عرفنا شو معناها. ما عرفنا شو معناها. يعني حلو انك ذكرتني بهاي الكلمة تترا. تترا يعني ربما كثيرا. أبونا كثيرا. تترا يعني 3 مرة، ما يقول الله الله الله. تترا ما بعرف. لا تترا القرآن. تترا القرآن ربما هو بيتكلم اهو معنى تترا واين وردت في القرآن. شوف معناته جت في القرآن فعلا، ذكرها. وردت معنى تترا كما وردت في القرآن. معنى اللغة هي كلمة أصلها وتري، أبدلت الواو تاء، والمقصود بها أي واحدا تلو الآخر. هكذا فهمت معنى تترا كما وردت في القرآن. ثم شوف شو يقول الآية: ثم أرسلنا رسلا تترا أو تترا أو ما أعرف شو كاتبينها، متواترين متتاليين. تترا أيوة. تتاليا تواليا يعني. تواليا. تواليا ما بعرف تترا. أرسلنا رسلنا تترا. خلص أنا هشوف الآية شوفها بعدين كلها وقارنها بالآيات والمناطق. شوف أيوة فعرف مكانات مختلفة جدا. هي كلمة فريدة. أيوة فريدة مرة واحدة، ما جت إلا مرة واحدة. أيوة هاي هي. طيب هو وهي احتاروا فيها المفسرين. على كل أنا هشوف لك إياها بعدين. أنا هشوفها. منيح. نعم. هذا مقال من صفحة كاملة على الكلمة هاي. يا نهار أبيض. يلا الله بعيد. كمل أبونا. يا أنت فهي هاي هذا إلى مطب. يا أبونا أنت سامعني؟ وديتنا من مطب إلى مطب. هاي أنت اللي كثير حساس على الأمور هاي. أنا بالنسبة لي اعتيادي هذا هو نصف بالشكل الشيء. هي عدد آخر، عدد استعمالات. يعني تترا يعني ثلاثيا. ثلاثيا أيوة. بجوز هنا يعني فيها يعني بعثنا الرسل 3 أيوة ثلاثيا يعني معناه 3 مرات بالتوراة والإنجيل والقرآن. يجوز جائز. ثلاثيا يعني ذكروا 3 مرات. أيوة 3 مرات يعني ب3 أشكال. 3 أشكال بالضبط. يجوز كل شيء يجوز. كل شيء يجوز عند العجوز. ما تعرف لأنه حقيقة يعني فيها إشكاليات هذه مثلا. اللغة هل النص هذا النص القرآني فيه إشكاليات. دوخت المفسرين هاي 14 قرن. وانت جاي تدوخني كمان. بس انا بغير شيء يعني انا ما اقول منزل ولا هذا نبي ولا فلان. بايدك قلبك طيب. اجتهاد. يلا ابونا يلا. اوكي. فعندنا هاي هذا العدد الوصي. اذا عندنا العدد الرقمي والعدد المرتبي والعدد الوصفي. طيب هاي فهمناها. ايوه خلصنا منه. عندنا شيء نجي الى خاصية اخرى للاسم، وهي التوكيد. طيب. شورارة بالاشوري. شورارة تجي من كلمة شرر، أكد، حقق. شرر هي شورارة. حلو الكلمة هاي شرر. يعني شورارة جاي من الشر أبونا. لا ما أعرف إن هي الشر العربي منين جاية هي. شر
في العامية بعض اللهجات الآشورية هي، بس هي لا بالكردي، بالكردي شر تجي معناه قتال بالكردي. ايوه ايوه شر اي الشر. شردكة، يعني دي يحارب، دي يتقاتل. طيب كمل. اوكي. المهم التوكيد هو عملية تركيز على الكلمة بهدف إعطائها أهمية إضافية حتى نأكد عليها، فوكس نسوي عليها. ايوه ويتم ذلك بالطرق التالية. نحن شلون نصيغها هذه؟ الأولى بتكرار الكلمة سواء كانت اسما أو ضميرا أو فعلا أو أداة. ايوه. مثال ذلك: إلهي إلهي قاموقا شوقتلي، إلهي إلهي لماذا تركتني. شفتها للتأكيد مرتين. شو الكلمة الأخيرة اللي قلت لي إياها؟ شوقتلي، تركتني. شبقتان باللغة. شبقتني. أيوة. شوقتلي هو شبقتلي، بس نحن البيت تحتها نقطة تصير واو. شوقت لي. أيوة. تركت لي، تركتني. أيوة. شوف هاي اللام المشكلة اللي كانت إشكالية بالقرآن دائما تجي، اللي بالعربي ما في. بالعربي تقول تركتني بدون لام، لكن بالآشوري يقول تركت لي. أيوة. شوقت لي. هون آدم آت إيود خوري مخبة. آدم أنت هو صديقي المحبوب. هيك هم يقولوا أبونا مثلا نشيد الأناشيد. وللتأكيد. نعم نشيد الأناشيد، يعني نقول يعني يعني أكبر نشيد. أيوة أكبر نشيد. أكبر من الكل. نشيد يعني. آدم لما بعدين تا باينت خازنخ. هاي طبعا بعدين أستاذ سامي راح أستعمل الطريقة اللي قلت راح أكتبها بالعربي تحت كل كلمة تحتها. يزبط. أيوة يسهل علينا، كثر خيرك. تا باينت خازنخ. تعال أريد أن أراك. تعال إحنا نقول تعال. تعال. تا باينت خازنخ. باين أريد خازنخ. أنت كاف. شوف أراك. أيوة. لا لينا شدنخ. كلا لن أنساك. لا لا وليه. شفت علي. أيوة. لا لينا شدنخ. كلا لن أنساك، يعني يأكد الكلمة. هي آت بابي. نعم سيأتي أبي. حلو جدا هذا. هي آت بابي. نعم سيأتي. شوف أنا أخذت اسم وأخذت فعل هون، وأخذت أدوات المختلفة. حرف. حرف يعني أداة حتى. أوكي. هي بآت بابي. بعدين هاي كلمة بالإنجيل تروسا أبرم رابا هوناني. الحق. ليش يقول يسوع مرتين الحق؟ للتوكيد. أبونا تعرف إن هاي الحق ما جت إلا في إنجيل يوحنا. أيوة. بس وفي القرآن جت مرة. القرآن يقول الحق أقول الحق والحق أقول، مثل هيك. أنا ذكرتها في القرآن. يعني هاي ذكرني، يعني في إنجيل يوحنا جت مرتين الحق. فقط تروسا بماريون اللوخن بالهاي. الحق أقول لكم بالأشوري تروسا بماريون اللوخن. لكن أنا أخذت جملة أخرى حتى أستعمل كلمة تروسا أبرم رابا هنا، يعني الحق حقيقة أفرام ذكي جدا. بس الجملة الحق. هذه الطرريقة الأولى اللي بيها نحن نصيغ التوكيد، يعني صياغة التوكيد. الطريقة الثانية باستعمال الضمير الشخصي المنفصل مع الاسم الصريح.
وهذه طبعا بالعربيه غير جائز هذا الشيء، بس شو هي بالسرياني جائز. وضح لي، انا عقلي يعني شو يعني انت هسه نجي شوف نقول سرقون هاو مخيل لها ياله، سرقون هو ضرب هذا الولد، ما كل لزوم سرقون هو، تمام بالعربي. لا، بالقرآن هذا موجودة هاي الصيغة أبونا، بالقرآن موجودة هاي الصيغة. شفت هي الصياغة السريانية. ليش قلت لك مرة شفتها الصياغة السريانية. جاءت في القرآن. أنا أوقات ذكرت هاي حشو. حشو انت تغلى. السرياني لا، السرياني هيك هو. هي للتوكيد. طور روحك علي. ايوه دخل هذه. ايوه زيادة الضمير هو للتوكيد سرياني. سرياني. ايوه فاهم عليك. هلا ذكرتني. طيب يلا منيح. شفت كيف تعلم. شفنا. انتوا اللي سببتوا لنا كل المشاكل ابونا. يعني ممكن حتى بالسرياني نقول سرقون بدون هاو، سرقون بخيل الهاي، سرقون ضرب هذا الولد، لكن للتأكيد يقول سرقون هاو خيل الهاي، يعني هو اللي هو ضرب. هو اللي احنا بنقول هو. ايوه هو ممكن استعمله هون بالطريقة الأولى. أبونا ما هو النص التوراتي بيقول له هو. نحن تعرف دمجوها بالسرياني القديم، عندنا هو يو يعني شو؟ بدل ما يقول هو يقول هو يو. يعني شو هو؟ يعني هو يو. وليش اليو؟ وهذه هذا الظرف هو مستعمل هيك للتأكيد، يعني هو يو. لا يكون بالإنجليزي. هو يو. هو يو. ماكو شك. اوكي، فهاي سرقونها وخير سرقون هو أوهاتا آني بنيل مدينا يوتجوبت نهر آباؤنا هم الذين بين أو هم شيدوا الحضارة في بلاد الرافدين. شوف للتأكيد آني، ممكن نقول بدون آني أوهاتا بنيل آباؤنا شيدوا الحضارة. احنا بنقول أبونا بالعربي عامة آباؤنا هم الذين شيدوا الحضارة. طبعا الذين تيجوا عليها أو هم، حتى لا أبعدها عن السرياني. لا حلو جدا. آشور آت إيود مخبي، آشور أنت هو حبيبي. أيوة. ابنوني أخت إيتون سنداني، إيتون أخت أبنائي أنتم هم سندي. احنا نقول أنتم من هم سندي. أنتم من هم. أنتم من هم، يعني حتى بيزودوها بالعرب. أنتم من هم. منهم. هيك على قلب سامحة أنا. هي للتوكيد كلها هذه. هي استعملها بس ما نعرف شو هي. حلو جدا. هاي كويسة. لا هلا ساعدتني بفهم القرآن فعلا. حلو. يعني شفت شيء جديد. اوكي. كل هذا اثنين شيئين اكتشفنا من القرآن. تترا وهذه. تترا. ايوه حلو جدا. حلو. والطريقة الثالثة لعمل التوكيد. شوف أبونا فقط هلا جيت أنا فتحت النص القرآني، شو يقول لك؟ شوف إزاي يأكد: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. كان يكفي يقول وتكتموه. عاد كلمة الحق وأنتم تعلمون. فهم علي؟ يعني هو رجع كلمة الحق مرتين رغم إنه ما لهاش حاجة. بس هنا واضح إنه هو فعلها هيك علشان للتأكيد. أيوة. شفت إعادة هذه أيوة. الاسم للتوكيد. أيوة. الطريقة الثالثة هي أكثر غريبة جدا وما ممكن بالعربي غلط. هي مو بس لا يمكن، غلط إذا نكتبها.
العربي هي سريانية جدا غريبة هذه، وهي أيوة بإضافة الضمير الشخصي المتصل إلى الكلمة الأولى سواء أيوة. كانت اسما أو فعلا مع ذكر الاسم الذي يرمز إليه، وذلك لغرض التأكيد عليه الأمر، يعني نقطة، الأمر الذي لا يجوز طبعا باللغة العربية. شوف ليش؟ شو ليش؟ شو هاي؟ ليش؟ شوف الأمر هنا. الذي لا يجوز في اللغة العربية. أمثلة أيوة. بابه. شوف هذا الضمير الشخصي، بدنا نقول يعني أبوه سرقون، أبو سرقون، لكن نستعمل أيضا الضمير مع الاسم. اسم هو أبوه سرقون، أبوه بتاع سرقون كتب أيوة. هذا الكتاب. شيء غريب، العربي ما يجوز. الفلاح يقولوها، العامية يقولوها هيك أبونا. كيف؟ ما سمع أنا. أبوه لمحمد. أبوه لمحمد. أبو أيوة إحنا نقول أبوه هاي لمحمد. هاي هاي لي هذه الدال. أيوة إحنا أما بنسميها. هذه أيوة. هي الهاء يعني هو يعني بيته. أيوة. هاي الهاء، هاي بيته، أبوه، أخوه، أو شيء. نعم تمام. كتابه. أيوة 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 هذا فهمت الضمير، فهمت. ضمير التملك. أيوة أيوة أبوه. أيوة يستعمل تملك. هذا الضمير مع شو اسمه أيوة ثابت. أيوة أيوة. ولا لا؟ غريبة حلو جدا هاي. هي للتوكيد، أيوة ومستعملة هذه بالقديم أيضا، كثير أيوة. مستعملة. شفت علي. السرياني القديم بالمزامير كثير موجودة هذه. أيوة أيوة فهمت. بابة هي فهمت. لما نقول بابة سرغون حلو. هي واضحة، بابة سرغون هي كاملة، لكن للتأكيد نقول بابة سرغون مع الهاء. بابة. شوف هذه الفتحة تصير كسرة ما قبلها، أيوة وتضيف أيوة. الضمير هذا. بابة سرغون. أبوه سرغون ألف كذا. العربي طبعا ما ممكن، مو جايز. بدل العامي غير شيء، العامي يعملوها. يعملوها يعني. العامي يقولوها، احنا يقولوها العامية هاي. ايه. لكن لازم اساله لهذا صديقي اللي بيهتم بالعامية. هو. بس ما اظن استاذ سامي، نحن عندنا بالعراق ما ممكن نقولها حتى بالعامي، ما نقدر نقول ابوه الفلان، ابو فلان، ابو الفلان. على كل بجوز احنا ماخوذه. طبعا هي اللغه خليطه العاميه. اللغه العاميه مش لغه فصحى. صح اللغه طبعا. العاميه هي لغه مهجنه. العامية ما لها قواعد يعني. ايه بس تشبه السرياني بالشكل هاي. نعم. ايه يعني شوف شقد اللغات القديمة ايه. كان لها صيغ مختلفة. ايوه هالصيغ ايوه هذه غريبه، ايه حلو تجسدت جدا. في لهجات كثيرة. ايوه 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 ايوه. يا ريت يا ريت كنت ادعو صاحبي. هذا صاحبي اللي في السويد، لا في فنلندا، اللي متخصص باللهجه الفلسطينيه. هو شايف فلسطيني، هو اللي عمل التوراة السامرية. هو اها. كتب كتاب عن اللهجة في قريته في حلو. فلسطين. حلو. في اللهجات ما استطعت أقرأ، ما عندي وقت أبونا. يلا صح. الله بعينها بشوفها لا، بعدين. هو هذا انا قلت لك مره، هذا الانجليزي. أيوه أيوه. هو الى هسه قدر انه يعد الى 100 لهجه باللغه الاشوريه، 100 لهجه. أيوه أيوه. بس كاتب كتابه عن هذه. اوكي. ابناء اشور بدلا من هذه. اوكي. حلو. ابنونة آتور يوخ أخني. أبناء أيوه آشور هم نحن. أبناؤه آشور أبناء آثور هم. المهم، أيوه فهذه بس اللي تكون، لأن بالعربي ما ممكن، مستحيل. بس أيوه حتى لما حلو. واحد يشوفه لا يستغرب، لأن أنا نفسي أيوه بالبداية كنت أستغرب أيوه لما أيوه أيوه بالكتاب أيوه. المقدس أقراها مثلا بالشتة. شو ليش ما قال فقط أبو فلان، أبوه. لأنه الهاء تعتبر حشو. ايه ممكن تكون حشو، بس هي هي حشو. للتوكيد على اساس. شوف الجملة تقول قال فالحق والحق أقول. شوف، قال فالحق والحق أقول. كفت في الحق. إيه؟ أنا ذكرت هنا بعدين إنجيل يوحنا.
والغريب انه هاي العباره انا شفتها يعني بعثت عنها في جوجل، وهذول قالوا انه تكرار الحق اون فيريتي جو فو دي، الحق اقول لكم، مش موجوده الا في انجيل يوحنا. ويعني بكل، لا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد موجوده. شيء غريب. ايه، فانا يهمني شو يقول بشتى. بشتى موجوده، تروسا مثل ما قلت لك، حتى تروسا، حتى بالقديم قول تروسا امرنا الخون، ويا امين امرنا الخون مكانها. امين امرنا الخون، ولكن هي في ايضا تروسا بما امرنا الخون. لهيك ربما ابو نقول هللويا هللويا هللويا. ايه طبعا بالتاكيد هي 3 مرات، هاي طبعا هو العدد الكمال هو. ايوه وتعرف انه هللويا ولو بالعربي مع الاسف المسيحيين نفسهم كتبوها بالالف بالنهايه، هي كان لازم تكتب بالهاء بالنهايه. هللويا كان لازم هللويا بالسرياني هيك القديم، يعني هللويا يعني هللوا ليهوى. لياه، ايوه الله ياه. انا وقعت وقعت مع كلمه وما أهل به لغير الله. فهنا ذكروا انه هاي الهلل في الذبيحه، يعني يذكر او يعني ذكرته هنا هلل يعني يمجد. صح بالضبط. هل بالسرياني ايوه هلل يعني يمجد، يهتف له بالمجد. ايوه فهو اللي هذول ما أهل به بغير الله. فاعتبرت أهل أبونا إنها ما ذبح بس شوف أستاذ سامي، أنا هلا جت لي فكرة. يمكن ما أعرف، شوف هاي خليها مو أهل إنما أهل، ممكن أقرأها أهل. يعني ما قدم، ما رهم، ما أهل لله. يعني ما حضر. أيوة، ما أهل. لأنه أبونا شوف فقط الكلمة بالجر الثاني. عند اليهود الخاتم بسموه المهل. خاتم، يعني اللي بيقطع. الخاتم اللي يختن. ايوه مهل. فهيك اعتبروا وما أهل به لغير، ذبح لغير الله. صح، هذه اكثر ترهم اكثر. فهم علي؟ ايوه ولهيك شو اسمه الطبري يقولها انه ولحد اليوم يستعملون المهل للي يذبح. صح. فلهيك مهل يعني ذبح. ايوه المهل اذا عبريه 100%. هي اليهود كلمة الخاتم يسموه المهل. فمعناته القاطع. صح. المهل. ايوه المهل هو اللي بيذبح. اما هلل هاي يعني يهتف ويمجد. فنحن بالعامية العراقية جنوبية هلهولة. ايوه هلهولة. فاتذكر كانوا يطلعون شعار هلهولة للبعث الصامت، هلهولة للبعث الصامت. كنا تعرف هاي هللويا. هلهولة. ايوه، فما تعرفش هل هي مجدة ام ذبحها. يعني هلهلوا. لا، لما يقول وما أهل به هذه لا، هاي غير شيء. انا رجعت على هللويا. بس اما هذه أهل هاي شيء اخر. هاي حرية طلعت، يعني ما ذبح مقدم الذبيحة. ما ذبح ايوه ما ذبح. ايوه المهل. حتى شفت بالاعمال الرسل انه ما ذبح للاصنام فابتعدوا عنه، يقول. ايوه حلو صحيح. انا هلا رجعت. ايوه ما أهل لغير الله، يعني هذا ما هو ما منع اكله. ما ذبح
للأصنام، بالأصنام يعني غير الله. للأصنام أين إلا بولس سمحوا. بولس سمحوا قالوا هي بس يعني قال من أجل لا نعثر يعني تصير عثرة أحسن أنه بس تعرف ليش هو قال لهم أنا درست الموضوع، قال له كل ما يوجد في السوق كلوه. أيوة. وحتى إن قدم للآلهة، لأنه الإلهية هي لا شيء. لا شيء هو صح. يعني شوف منطقي يعني يحلل لكن كان ذكي صاحبنا، طبعا. كان ذكي. وبعدين خاصة المسيحيين كانوا فقراء. صح. أيوة. فيعني فشو ضرورة انك تعمل مصعب. بس انت تعرف ان المسلمين الى اليوم، المسلمين أيوة. الملتزمين ما ياكلوا من اذا واحد مسيحي ذبح. ما ياكلوا. لا بس كان هذا عند الشيعة ابونا، مو عند السنة. لا عند السنة بالشمال، الاكراد كلهم سنة عندنا. بس بالسنة ابونا الشيعة ما ياكلوا ذبيحة السنة. والمسلمين ما ياكلوا ذبيحة غير المسلم. لا ما هي ابونا بالشريعة الإسلامية مسموح فيه. أنا درست الموضوع. أي الشريعة الإسلامية تسمح إذا مسيحي ذبح وذكر اسم الله عليه يحق لك أن تأكله. فاهم علي؟ والشرط إنه ما يكون الشيوعي. هيك قالوا. هاي فتوى لازم طلعت. أيوة هم قالوا مثلا هل يحق أكل اللحم المستورد من الدول الاشتراكية أم لا؟ قالوا إذا جاء من الدول الاشتراكية والشيوعيين هذول لا. أما إذا أجى من فرنسا يأكلوا. هاي أظن هاي الغرب دخلوها بعقولهم هذه. لا ما هو لا ما هو بالقرآن مذكور هذا الأمر. أيوة. القرآن يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. القرآن لا الأكراد كان دائما شيوخهم الكبار علمائهم يقولون إنه لا يمكن. هذا متزمتين فوق العادي. هذا فايش كان يعملون؟ عندنا كان مثلا قرية مسيحية هون، قرية كردية قريبة، وأصدقائهم فحتى كان مثلا يدعوهم يجون حتى ياكلوا. يقول كان عندي شماس كان يقول لي، طبعا أنا ما عشت في القرى، بس هو كان يقول فكنا ننجبر أنه لما نذبح نصيح واحد من المسلمين جيراننا نقول له تعال اذبح حتى تقدرون بعدين تجون عندنا تاكلون. ايوه فهمت. شفت كيف؟ بس انا مره واحد طبعا شو اسمه المثقفين منهم قسم منهم المثقفين هاي ايضا متزمتين، بس غير متزمتين لا مو مشكله. انا حكيت لك مره لما كان عندي جيران وكان دجاج كان عندي ببيتي كان ربيهم، جاء قال اذبحهم نذبحهم. قلت له انا شلون اذبحهم انت تاكلهم؟ اذبحوا انا هم مسيحي وهم قس يعني هم خنزير وهم مخنوق يعني. يقولها بالشقة. فقال لا ابونا انا ما يهمني. قلت له شوف انا اذبحها ما اخلي رجليها للمكة وراسها للمدينة وما اعرف ايش، انا اذبحها اسمي الله. طبعا نحن نسمي الشمد على هاي بس ما اخلي راسها للمكة ورجليها للمدينة شيء طريق، لان هي عندهم طقس للذبح هم. ابونا في سويسرا تعرف شو عاملين؟ عاملين مشان الحيوانات تكون هاي على الطريقة الإسلامية، حاطين ديسك برتل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبينه بتطعم. غريبة مرة سعودي جاء عندي وانا عملت له اكل هنا، هو كان شيعي. قال لي انا عملت له طبيخ مع دجاج، قال لي هل هذه الدجاجة ذبحت على الطريقة الإسلامية؟ قلت له قوم اذبحها. قال لي ما هي ميتة. قلت له شو عمل لك يعني؟ ما من بين الموتى وانت تذبحها؟ قال لي لا ما اقدر اكل. قلت له وفرت. بلاش تاكل. فاهم علي؟
ايه لا ما يا خسران ابونا، يعني. مو خسران، بالعكس، تعال كل يوم. ايوه تعال كل يوم، انت اقتصادي آه، موفر علينا. ايوه خلينا نكمل حتى قبل ما نكمل. تصير لا ساعة بطبيعة الحال نخلص. احنا نروح وين؟ رحنا خلينا بالمهل نخلص هذا. عندنا هذه، قلنا الطريقة ايوه الثالثة هي شوي ايوه غريبة، انه نذكر الضمير مع الاسم يعني اثنيناتهم فللتأكيد. اوكي. والطريقة الرابعة ايوه. بإضافة كلمة جانئ بنفسه، هي بالعربي أيضا ممكن تستعمل ها. بنفسه، بإضافة كلمة بجانئ يعني بنفسه، ايوه. جانه أو بنفسها أو بجانئي للجمع للمذكر والمؤنث بأنفسهم بعد الاسم مباشرة. مثال ملك هاي الصيغة بجان. جت في القرآن، وعرفوا شو عملوا بنفس. أها. جت مرة بالقرآن بنفس، ما عرفوش شو بيعملوا فيها. شو يعني بده يعمل بنفسه؟ هي ايه انا اتذكر يا نهار ابيض. غريبة في هالفصل هذا كثير شو اسمه إيه 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 إيه، غريب الامر. بنفسه. ايه، فهم ما عرفوش شو عملوا بنفسه. المفسرين احتاروا كلمة نفس. شوف ملكة بجانته للأخ، الملك بنفسه أتى أو بذاته أو آه بنفسه أتى هنا. بنفسه. بذاته. أيوه أيوه. بنفسه. أيوه، ملكة حلو جدا. بجانته للأخ، الملك أيوه بنفسه أيوه أتى. أيوه 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 عفارم عليك. هو بنفسه. نفسه جاء بنفسه. أنا عندي هنا. للتأكيد، فقط للتوكيد يعني أؤكد لك أنه آه الملك بنفسه جاء. أيوه بنفسه. بقول لك إنه هذول ولاد الحلال. شو اسمه، المفسرون ما عرفوا كيف شوف يسووها. هذا يعني معناته هذا واحد آشوري كان عنده كثير شو اسمه ايوه بكتابة القرآن. ايوه الظاهر. ايوه آه. و... ايوه أيوة تلميذ بجاني بلطلون من مدرسته، التلاميذ بأنفسهم خرجوا من المدرسة. ايوه. شوف ابونا هنا، شوف الكل ويحذركم الله نفسه. شو يعني هو يحذركم نفسه؟ هو فمعنى نفسه هو ايوه نفسه. ايوه، وبعد واحدة ثانية كمان جت عندي. الله نفسه يحذرك يعني. لا ايوه بجاني. ايوه. في واحدة ثانية جت كمان نفس الشغلة، وانا ذكرتها انه يعني اكسبه. ايوه. طيب ابني هنكمل. طيب ايوه كمل. ايوه بعدين عندنا امثله هذه سرقوا بجانو لا بقيلد اخر، سرقون بنفسه ما لم يرغب ان ياكل ايوه بنفسه يعني نحن جبرناه هو نفسه. آت بجانو لب إيل أخت آت تأمن أنت بنفسك لم تريد أن تأتي معنا، ايوه. لم تريد المجيء معنا. هاي احنا بجانو بالعربي نقول بذاتك. ذاتك أيضا هي فلاحب انت بذاتك ما ردت. إيه أنا انت خليت بذاتك أيضا ذاتك أقول بس لا ذاك اي صح، راح بذاتك. تبتعد عن السريانية حتى أقول ايوه كثيرانية حتى عفارم عليك. نكتشف شيء جديد هذا. ايوه عفارم. هاي بجانو بيلد بيشة بيتها، هي بنفسها أرادت البقاء في البيت. ايوه. أني بجانيلا بإيرند آتي أمن هم بنفس أنفسهم لم يرغبوا في المجيء معنا. ايوه. هاي فقط للتأكيد، هاي كلها للتوكيد. حلو. توكيد طرق بها حلو للتوكيد، واحد يأكد كلامه. حلو، هذا حلو. هو فصل من فصول الاسم يعني من خصائص الاسم. ايه. فهون نقول خلصنا إن شاء الله بالحلقة القادمة نشوف التصغير، نتوقف نبدأ أيضا هون. بتخصيص. صحيح احنا حكينا في امور خارج الموضوع، أيوة. بس هنا فعلا بيساعد فهم النص القرآني. حلو لأنه نحن اشتركنا معا في هذه في ايوه، القرآن، فهذه فهي المهمة. تخلينا أكثر هذه، ايه، فتساعدك في كتابة الجسم حتى تضيف الهوامش انا هلا بدي اضيف معلومتين. إيه، إيه. هلا بعد ما يخلص الحلقة هاي لازم اضيف شفت؟ معلومتين جديدة. أوكي. فهون شفت؟ أنا خلصت أشيل هذه المشاركة. بس أشيل. ابونا تعرف، انا فكرت انه
هذيك اليوم تذكرت، قلت هم زرعوا الإيد، زرعوا القلب، زرعوا الرجل، زرعوا اللسان، زرعوا الأنف، ما زرعوا الرأس. صعب. ايه يقولون كان حاولوا مرة مع القرد وما نجح. ايه، لانه واحد ياخذ واحد يبقى يفهم لغه سريانيه وركب راسه. يمكن انه تتوصلون انه، ولو انا كنت دائما اشبه المخ او الدماغ، نحن موخه نسميه المخ. الدماغ، شبهه بالهاردوير، ايوه والعقل بالسوفت وير، ايوه ايوه الكمبيوتر. بالضبط هيك يعني، انا هيك هيك ايه اتصور. ايه وبالفعل فالدماغ، فلذلك كنت اقول الجماعه كذا، واحد لا لازم يقول العقل الالكتروني، انما الدماغ الالكتروني. ايوه 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 ايوه. لانك كنت اقول يعني هذا صديقي الخوري اللي توفى مسكين بسبب الكلى، هذا كان اللي يعرف 19 لغه وما اعرفش كم ماشي. لغات مثل هيك، وكان يعرف السرياني، حلو. كان يعرف السرياني والإغريق القديم والجديد. واي واي واي. ايه فيعني ما شو. شاء الله ما شاء ايه الله. ايه حيف ايه على الناس هيك يروحون بدون. حيف والله حيف. ايه وهو ايه. بيني وبينه سنة واحدة بس. خسارة خسارة. وكان تعرف أبونا كان جاري في الكليريكية، كان يدرس معي في الكليريكية، فاهم علي؟ اها وفي الدورتوار، في الدورتوار المنام كان سريره بحد سريري. بيتر اها. مادروس الله يرحمه، الله الله يرحمه يرحمه، الله كان يرحمه. يريدني كثير، بس هذا رجل كان يعني عبقري، عبقري. هو اللي ترجم المزامير ابونا. ايه قلت لي وما قبلوا. ايه 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 ما قبلوه ايه ما قبلوا. ما قبلوا. ما قبلوه. بس هذا لما يحكي يموت ضحك ابونا، اها يموت ضحك الناس هيك هيك تضحك يعني عليه. لطيف هيك. ها وعنده كتاب نكت ابونا آه. بالزجل، اها بالزجل. ايه له كتاب زجل. أوه. ايه زجل. حلو. بدك اياه. بالعربي. ايه بالعربي، زجل بالعربي. ايه حلو. عمل بالزجل. ايه وكلها نكت، كلها نكت. ايه ما شاء الله. هذا كان خور رعية كمان في السودان، رجع يحكي سوداني. زول. ها زول. زول، ايوه يا زول. يا زول. يا زول يا زول. على كل الله يرحمه. الله يرحمه. ما لقي حد يعطيه كليته، فاهم علي؟ ما كيف؟ ما ها في، ما لقي حد يعطيه كلية مشان يبقى بالحياة. هو امارات. ما بعرف، بجوز انه ما حد. غريب ابونا هذا. لانه هنا يعني لما واحد بتكون متقدم بالسن مثل بعمري وبعمرك، ايه صعب. المستشفيات برفضوا يعطوك كلية. ايه صرف، لانه صعب انه يقبلوا الجسم يمكن. لانه مراتي هي كانت متخصصة بالكلى، حلو. تقول لي الكلى عامة بقدروا حياتها 13 سنة انكسرت. اها فهمت علي؟ مو أكثر مثل هيك. وما خليك معي، إيه. خليك معي. طيب خليك معي أنت، بس بدي أختم هاي الحلقة. شكرا أبونا على هذه الحلقة المسلية، مو فقط نتعلم سرياني أو أشوري، نتعلم كمان قرآن مثل ما شايفين يعني. بنطبق اللي بندرسه بالأشوري على اللغة القرآنية حتى تستفيدوا منه. فاكتبوا ملاحظاتكم، ها اكتبوا ملاحظات، لا تزعلوا علينا، احنا بننكت. إيه لا تزعلوا، لا لانه لا تزعلوا علينا يعني. احنا بكل نوصل. اريحيه نحن. احنا لا هو ماخذ معاش ولا انا ماخذ معاش، كله لوجه الله مثل ما بقولوا، كله لوجه الله. ابونا شكرا، واشتركوا في القناه، فعلوا الجرس حتى تصلكم الاشرطه القادمه والقديمه. وانا اشكرك على الملاحظات الحلوه اللي تخليني انه اكثر اتعمق اكثر. عفوا عليك، خليك معي، انا حقطع الان التسجيل. مع السلامه. رب شبريخه. مشرف. رب شبريخه.